الحدث الأهم والأكبر اللي شاغل كل الصوماليين وشاغل الساحة الصومالية والسوشيال ميديا وخلى الأنظار على الصومال اللي هو استخراج الغاز والنفط من المياه الصومالية. في بداية الأسبوع هذا وصلت سفينة سبكترم، خلينا نقول اسمها سبكترم، بالتعاون مع سوم أويل مع الحكومة الصومالية، وتم توقيع اتفاقية استخراج الغاز والنفط من الأراضي أو المياه الصومالية. طبعا الموضوع مو تنقيب، لا، حيتم الاستخراج، لأنه التنقيب والبحث انتهى، الآن راح يتم الاستخراج. فخلاص الآن في مرحلة إحنا الأكشن، أو في لغة المشاريع أكشن ستيج. طبعا أنا كنت مجهزة فيديو ثاني للقناة عشان أنزله اليوم أو بكرة، ما أدري متى حينزل الفيديو هذا. كان في عندي فيديو ثاني جاهز، بس لكن بعد الخبر هذا السعيد والخبر هذا المهم، فقلت الفيديو الثاني جنب، واكيد لازم راح نتكلم عن الخبر هذا السعيد. موضوع استخراج النفط والغاز ما هو موضوع جديد، كان في محاولات سابقه من بعد الاستقلال مع عام 1960 بعد ما استقلت الصومال، كان في يعني بحث في الموضوع هذا، لكن كان البحث الأكبر والأكيد كان في عهد الراحل سياد بري. كان في شركات، حتى شركات كبيرة مثل شركة شل، كانت من الشركات اللي المفروض تبحث وتنقب عن الغاز والنفط في الصومال، لكن من بعد اندلاع الحرب الأهلية الشركات هذه وقفت البحث وغادرت البلد، ومحاولات البحث عن النفط والغاز في الصومال صارت في آخر الأولويات من بعد اندلاع الحرب الأهلية، وكانت في مشاكل كثيرة في البلد. فبعد ما استقرت الأوضاع الآن رجع البحث والتنقيب. طبعا الشركة هذه اللي وصلت شركة سبكترم، شركة سبكترم بالتعاون مع سوم أويل هي اللي راح تقوم باستخراج النفط. الشركة هذه شركة تركية، طبعا تركيا هي اللي راح تولى موضوع استخراج والتنقيب عن النفط في الصومال. بالنسبة للشركة اللي حتولى استخراج والتنقيب عن النفط في المياه الصومالية هي شركة تركية زي ما قلت. طبعا تركيا كان لها دور بارز في الصومال، خاصة من بعد 2016-15 تقريبا. تركيا كانت لها أدوار كبيرة وفعالة في الصومال، من بناء المساعدة في البناء البنية التحتية، إقامة بعض المشاريع، مستشفيات، مدارس. فأكيد تركيا كانت حاضرة فيما كان بعض الدول العربية والدول الإسلامية كانت غائبة، لكن تركيا كانت حاضرة. فأكيد حيكون استخراج النفط والغاز حيكون من نصيب الشركة التركية. كان في شركات ثانية زي ما سمعت، لكن وقع الاختيار على الشركة هذه حتى هي تتولى استخراج النفط والغاز من المياه الصومالية. الصومال بلد غنية بالموارد غير النفط والغاز اللي دحين بإذن الله تعالى راح يتم استخراجه. في موارد طبيعية كثيرة سواء حيوانية أو سمكية، الزراعة وهذه الأشياء كلها، لكن كان دائما ينقصنا اللي هو عامل النفط أو الغاز، لأنه معروف إحنا في الزمن هذا اللي إحنا فيه أهمية النفط والغاز. الجدير بالذكر إنه راح يتم استخراج النفط والغاز مو من الأراضي الصومالية، لا، من المياه الصومالية. فبتعتبر الخطوة هذه أو المياه الصومالية تقريبا آخر الأماكن راح يتم استخراج منها النفط، لأنه غالبا بيستخرج النفط من الأراضي. فاستخراج النفط والغاز من المياه الصومالية هذه خطوة جدا مهمة، وبيسلط الضوء على الصومال اللي كان عنده تاريخ من الحرب والدمار والمجاعة، راح يكون من الدول المصدرة للنفط. وراح تكون التوقعات، أو يعني حسب ما قرأت إنه التوقعات إنه حتكون الصومال في المرتبة السادسة من أكبر الدول اللي راح تستقبل النفط والغاز بإذن الله تعالى. أكيد خبر مثل هذا خبر سعيد ويهم كل صومالي وصومالية موجودين في أنحاء العالم. أكيد جهزوا عفشهم وأغراضهم وقالوا هيا إلى البلد، لكن أنا أقول لكم صبرا، الموضوع راح يبغاله من 3 ل5 سنوات. أكيد ما حيدخلوا يدهم في المويه ويطلعوه ويقولوا يلا طلعنا النفط، لكن هو الموضوع يبغاله وقت. طبعا وجود النفط والغاز في أفريقيا ما هو شيء جديد،
قارة أفريقيا تعتبر من أغنى القارات بالموارد، خاصة النفط والغاز والموارد المعدنية، بالإضافة للثروات الحيوانية والنباتية والثروات الأخرى. لكن للأسف ما بيتم استخراج أو استغلال هذه الموارد. من الدول المهمة في تصدير النفط اللي هي نيجيريا. نيجيريا تعتبر من الدول الغنية بالنفط، ولكن النفط ما بتقوم بتكريره هي أو استخراجه، بتقوم شركات أخرى زي شركة شيل أتوقع أو شركة شفرون، شركات بريطانية وأمريكية هي اللي بتتولى استخراج وتكرير النفط. فهذا شيء أكيد طبعا رفع مستوى المعيشة والدخل في دولة مثل دولة نيجيريا. لكن أكيد يعني أفريقيا فيها موارد كثيرة لكن للأسف ما بيتم استغلالها. موضوع استخراج النفط والغاز هذا راح يساهم إنه يزيد من مصادر البلد، وكمان راح يرفع العبء عن ميزانية الدولة، لأنه الاعتماد فقط كان على يعني تصدير بعض الموارد مثل المواشي وما إلى ذلك. فوجود النفط والغاز كمورد أساسي عندنا هنا في البلد أكيد راح يساهم في تحسين مستوى المعيشة بإذن الله تعالى، وأكيد راح يساهم في رفع مستوى الفرد والدخل عندنا في البلد. هذا شيء أكيد إحنا شيء بنطلع له كثير. طبعا خبر مثل هذا أكيد ما راح يعدي مرور الكرام على الساحة الصومالية، وعلى خاصة في السوشيال ميديا كان في كثير من الرياكشنات وكثير من المقاطع المضحكة وكثير من سكتشات. بإذن الله تعالى حشاركها معكم في نهاية الفيديو. طبعا اللي حابة أقوله إنه أنا جدا سعيدة ومتفائلة بالخطوة هذه، زي أي صومالي بينتمي لهذه البلد. الشيء الثاني إنه يعني أنا سعيدة إنه أنا أخذت قرار إني أرجع البلد وأكون متواجدة في بلدي في هذه اللحظة التاريخية. فلحظة مثل هذه أكيد يعني تخليني أشعر إن أنا فعلا أخذت القرار الصح. أتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم، لا تنسوا الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم وسائل التواصل الاجتماعي. كل ما يتعلق بالصومال حتلاقوه في قائمة من الصومال بالعربية، حتكون موجودة في إما في الديسكريبشن أو موجودة في أول تعليق مثبت. لا تنسوا